يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم مميزة: الزربيان اليمني أو العدني، أرز نثري، ونكهة البهارات المحمصة اللي راح تعطي الأرز والدجاج طعم غير شكل. خلينا نشوف طريقة التحضير. بداية راح أجهز البهارات. عندي عود قرفة، معلقة كزبرة كبيرة، والهيل، وكبشة قرنفل حوالي 6 حبات. راح نحطهم في مقلاي وراح نحمصهم لحتى يصير لونهم ذهبي. وبعد ما أخذوا اللون الذهبي راح أحطهم في المطحنة وراح أطحنهم. راح أخليهم على شكل بودرة. وهيك انتهيت من طحنهم. راح أضيف عليهم معلقة كمون صغيرة ومعلقة ملح. راح أخلطهم مع بعض، أتركهم على جنب. هلأ أنا عندي قطعت 4 إلى 5 حبات من البصل، قطعتهم شبر وراح أقليهم بالزيت لحتى يصير لونهم ذهبي. راح أخذ نص الكمية البصل وراح أحطها في مكان يكون فيه هواء. أنا بدي إياه البصل يكون عندي مقرمش. والنص التاني راح أضيفه فوق الدجاج. هلأ راح أورجيكم الخطوة. جبت الدجاج حطيتهم في جاط، وراح أضيف عليهم البهارات اللي حمصتهم وطحنتهم، وراح أضيف 4 معالق كبار من اللبن، وراح أضيف البصل، وعندي توم مهروس 4 حبات مع معلقة صغيرة من الزنجبيل خلطتهم مع بعض، وعصرة ليمونة، و4 معالق كبيرة من زيت الزيتون. راح أدعك الدجاج منيح لحتى يتشرب الدجاج اللبن والبصل والبهارات. بعد ما دعكت الدجاج راح أضيف عليهم معلقة صغيرة من الكركم. الكركم اللي بيعطي السر اللون الذهبي للأرز. وهيك خلصت من تتبيلة الدجاج. هلأ الخطوة الثانية راح أضيف الدجاج والتتبيلة بطنجرة، وضفت عليهم حبتين من البطاطا المقطعة. وهيك راح أضيف حوالي 4 كوبايات من المي لحتى أسلق الدجاج. رح نتركهم حوالي ساعة إلا ربع. هيك صار عندي الدجاج جاهز. أنا رح أقيم الدجاج، بدي أشويهم بالفرن حتى يعطي لون وتحميرة للدجاج. رح أقيمهم ورح أضيف عليهم شوية من الزيت ورح أشويهم بالفرن. الخطوة التالية: بطنجرة ضفت عليها مي وشوية زيت وعود من القرفة وحب الهيل. هلأ رح أضيف الرز المنقوع 10 دقايق نقعته، ورح أترك الرز يغلي حوالي 6 ل7 دقايق حتى تتفتح حبة الرز. وهيك صار عندي الرز جاهز. ضفته فوق الدجاج وضفت عليهم فلفل حار حسب الرغبة. وهلأ رح أتركهم لحتى يتنشف الرز. هيك صار عندي الرز جاهز. رح أضيف عليهم ملون طعام. رح أتركهم كمان دقيقتين وهيك الرز رح يكون عنا جاهز. بس في خطوة أخيرة اللي هو رح أدخن الرز ورح أضيف عليهم فحمة وشوية زيت وأدخن الرز. رح يعطي الدجاج والأرز طعم غير شكل. وهيك وصفتنا صارت جاهزة. هلأ خلينا نسكب الأكل. زينت الرز بالبصل اللي حطيته على جنب، وكمان زينته بالبقدونس. وهيك وصفتنا جاهزة لليوم، وصحتين وعافية. وإذا عجبتكم وصفتي لا تنسوا الاشتراك بالقناة.